حلو النهارده بقى هتعمليه من الكريم كراميل وباكت من البسكوت. قد ايه بقى التحلية دي سهلة وسريعة وبسيطة ومش هتاخد من وقتك 10 دقايق، والنتيجة بتاعتها حلوة قوي، حاجة ترطب على القلب كده، طعمها مختلف ومميز وبجد خطيرة وهتعجب البيت كله. بصوا الجمال والطعامة، بجد التحلية دي طعمها في حتة تانية خالص. اعملوا لايك وشير ويلا بينا على الطريقة والمقادير. بسم الله. أول حاجة كده بقى من كتر ما هي سهلة هنعملها في الخلاط. هنضيف باكت من الكريم كراميل وباكت من البسكوت، دول حوالي 20 بسكوتة، وثلاث كوبايات من الحليب يكون مغلي بالشكل ده. تمام كده. هضيف معلقتين كبار من الكريم شانتيه الخام، وهاضرب الكلام ده كله في الخلاط كويس جدًا، جدًا. أنا ما ضفتش سكر لإن البسكوت فيه سكر والكريم كراميل فيه سكر. هاجيب بقى البولات بتاعتي وأكسّر فيها كده كل بولة 3 أو 4 بسكوتات، وهاجيب ده الكراميل اللي بيبقى في العلبة مع الكريم كراميل، وابتدي أنزل بيه بالشكل ده على البسكوت بتاعي، هيطريه وفي نفس الوقت هيدّي له طعم مختلف ومميز. ضربنا الخليط كويس بقى، ننزل على البولات بتاعتنا بيه كده وهو سخن عشان البسكوت يطرى معانا، ونملى بيه البولات بتاعتنا بالشكل ده. شايفين في أسهل من كده تحلية؟ لحد كده تقدري تاكليها طبعًا لحد كده، لكن إحنا هنزوّد بقى حاجة كمان، هنعمل لها كراميل كده يخلّي طعمها برضه إيه، مختلف وفي حتة تانية خالص. جِبت بقى هنا نُص كوباية من السكر، حطيتها في طاسة كده على النار، أول ما بدأت تسيح معايا وتدوب بقيت أقلّبه بالشكل ده، وخلّي بالِك عشان ما يتحرقش معاكِ ويدّيكِ لون وِحِش. بعد كده بندّي له نُص كوباية من المَيّة المغلية، بنفُك التكتُّلات بقى مع التقليب، وبعد كده باجيب نُص كوباية مَيّة من الحنفية عليها معلقة كبيرة من النشا، بادوّبهم كويس وأنزل بيهم بالشكل ده، وبعد كده باضيف معلقة صغيّرة كده من الزبدة وأقلِّب بقى الكلام ده كُلّه مع بعضه، وآخر حاجة باضيفها هي الفانيليا. بس كده والكراميل عندي جاهز. على طول بقى باخده على التحلية بتاعتي، طبعًا هي اتماسكت زي ما أنتم شايفين بالشكل ده، ابتدي أفرد عليها الطبقة دي بالراحة كده، وبعد ما باخلّصها بقى كلّها بادخّلها التلاجة تتماسك، مش بتاخد حوالي ساعة كده بالضبط في التلاجة، وبتخرج معانا متماسكة وزي الفل. تمام. أول ما بتخرج معايا بقى من التلاجة عايزة أزيّنها كده تزيين بسيط، جِبت شوكولاتة فرماسيل وبدأت أنزل بيها بالشكل ده على الوش، ادّتني شكل حلو جدًا. وكمان جِبت شوكولاتة فرماسيل ملوّنة وحطيتها كده، بقيت أعمل بقى بالتبادل، واحدة كده وواحدة كده، والاتنين بجد طعمهم حلو أوي. وطبعًا الحاجات دي بتخلّي الأطفال تاكل بقى الحلويات والحاجات اللي إحنا بنعملها. بُصّوا بقى شكلها عامل إزاي، وبجد طعم البسكوت مع الكريم كراميل عامل طعم حلو جدًا، جدًا اللي إحنا ضربناه مع بعضه ده. بصوا بقى الجمال، بجد خطيرة يا جماعة، لازم تجربوها وتقولوا لي رأيكم فيها إيه. طعمها حلو ومتماسكة وسهلة وسريعة واقتصادية، ما خدتش معانا أي وقت خالص. اعملوا لايك وشير لو الفيديو عجبكم، وبألف هنا وشفا وبس كده.